طب هل حضرتك تعتقد إن ممكن تكون مؤمن بحاجتين عكس بعض؟ يعني ممكن تكون مؤمن بمعلومتين متنافرتين مع بعض، ولا كل ما تؤمن بيه متجانس مع بعضه بلا تنافر؟ موضوع الحلقة دي هو التنافر المعرفي أو الكوجنيتيف ديسونانس. هاي الفكرة شو هي تبعها؟ لما نحن نكون عندنا أفكار بإرنة معينة نفسها غير قادرين نطبقها بمكان تاني. مجتمعنا عايش بالكوجنيتيف ديسونانس. مجتمعنا راغب بشكل تام انه يكون في علاقات بيناتهم ويسعى على البنات ويدور على البنات ومدري شو، لكن بنفس الوقت بده اخته ما تحاكي حدا. صديقي انت كل مرة بتكمش موبايل وبتتواصل مع بنت، تذكر انه هي اخت انسان تاني. فالشيء اللي انت عم تحرم اختك تعمله اذا بينطبق بكل مجتمعاتنا، انت ما عندك حدا تتواصل معه، ما عاد في حدا تتواصل معه خالصين. فهذا التنافر المعرفي اللي عايشينه بدنا نرغب بالشغله نفسها اللي بدنا نحرمها نحن. التنافر المعرفي زي ما ذكرت إنك تبقى مقتنع أو مؤمن بمعلومتين غير متجانستين مع بعض، والمخ البشري بيتأثر وبيتأذى بتواجد المعلومتين دول فيه. المخ البشري ما يقدرش يعمل بكفاءة طول ما هو في حالة عدم التصالح أو في حالة التنافر دي. فجاءه دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي. شو عمل الرسول للرجل هون اللي قال له هاد إذن لي بالزنا؟ اسمعوا. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. قال: ترضاه لأمك؟ فهذا الصحابي اجى لعنده قال له: أعطني جارية من السبي. فشو قال الرسول؟ أكيد يعني كلياتنا بنعرف. قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ أكيد سبي. عم تحكي أنت مو بس على جنس، يعني هداك عمل له إذن لي بالزنا، يعني ممكن يكون مغرم بمنت وواقع بغرامة وأصدقاء وبيحبوا بعض والعلاقة الجنسية مبنية على حب ومتبادل. هذا قال لك الرسول ترضاه لأمك ولأختك، لكن إجا الصحابي هذا قال له شو؟ إذن لي بالسبي، بجارية من السبي، اللي هو حرفيا اغتصاب. سبية أو جارية كما يقال عنها من الجراري والسراري، جاية من قلب الحرب، مقتلين أهله ومذبحين، بده واحد بعنوة يمارس معها الجنس. شو بيقول له الرسول؟ اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية، هذا بن حي أخذها هو. لا. هذا اللي كنا عم نحكي من شوي عليه، التنافر المعرفي. عثمان الخميس بيعرف هذا الحديث موجود تبع الصبي اللي بده يزني، وبيعرف انه هذا الحديث من السبي موجود، لكن انا اجزم على المستوى الشخصي عثمان ما عم بيكذب او عم بيخبي هذا الحديث، بيعرف انه الاثنين موجودين، لكن ما عنده اي تعارض بمخه فيهم ابدا. الله أعلم، العلم عند الله. يا أخي دي حكمته، أنت عايز تفهم اللي خلقك. الحقيقة إن كل الردود دي ممكن تريح المخ في حالة التنافر المعرفي، لكنها ضمنيا بتعترف بوجود التناقض ما بين المعلومتين. وطالما مش قادر أديلك رد يصالح التناقض دوت، يبقى أحيلك للمجهول، أصر على إنه ليس تناقض وإن حل المعضلة عند الله. الله أعلم بقى، أنا ما عنديش رد. اللي مو بس هو عثمان الخميس، بشكل عام العقيدة الإسلامية هي هيك شكلها. الناس بتقول الإسلام الحمد لله دين الرحمة والسلام، يمنعنا من القتل، يمنعنا من الزنا، يمنعنا من السرقة، يمنعنا من مدري شو. مسموحة هي الأشياء كلها أنت عم تقولها بطريقة أخرى، مسموحة بما يرضي الله ورسوله. السرقة ممنوعة لكن الغنائم مسموحة. الزنا ممنوع لكن السبي وممارسة الجنس مع السبايا اللي عم بيبكوا ميتين أهاليهم مسموح، ممارسة الجنس معهم عنوة. شو كمان في عنا؟ القتل ممنوع لكن قتل المرتد مسموح وقتل الكافر. تنافر معرفي. كانوا هذول الحن والبن مفسدين في الأرض. طيب عم بيحكي عن الحل والبن، اسمعوا شو الإضافة. كيف كانت هيئة هذه المخلوقات؟ كيف هذه كانت المخلوقات التاج راسي يقال إنها بدائية في التكوين وفي الخلق، أقرب لأشكال وحوش من البشر. كانوا ما يتكاثروا بالزواج. المفاجئ في الموضوع إنه بعض وبيأكمل هون، ما حرجع عندكم يا الفيديو فيكم تعيدوه، بيأكمل بمواصفات الشكلية أكثر، وما بيتكاثروا بالبشر مثل البشر، بيتكاثروا بالموت، مصنوعين من شجر مع احتكاكهم مع الورق ومصنوعين. بعدين بس حابب هذا المقطع عندكم يا تسمعوه من تمه، بعدين نرجع مرة ثانية نسمع هذا اليوم. اسمعوا اعتراضه هلا شو هو على الديناصورات. كيف توصفوا شكل، يعني كيف توصفوا شكل شيء ما شفتوه، وكيف تدعوا انكم شفتوه في الوقت اللي ما كان في اي تطور تقني في الكشف عن احافير قديمه وضخمه من زمن قبل. هذا اللي انتم هلا شفتوه قدام عينكم اصدقائي، هذا الذي هو تجسيد مباشر للتنافر المعرفي، اللي هو انا ما بحب ينضحك علي. لما بتيجي بتقلي ديناصورات بقول لك اول شيء انتم شو شفتوا بعينكم، انا معك، هاي فايف صديقي دي زي هاي فايف، انا وياك سوا متفقين. لكن انت منين جبت الاوداسيتي تبعك هون بهذا المقطع عم تقلي انت يا تاج راسي اقول لك شو شكلهم؟ هذول كانوا شكلهم كذا وانوفهم كذا وعيونهم كذا ويتكاثرون. منين جبت؟ هي مشكلتنا اصدقائي. نحن كبشريه كلياتنا، مو بس العالم الاسلامي ولا
كبشرية احنا كلياتنا بنرتاح معرفيا ونرتقي لما بنطبق القواعد كلها تبع حياتنا باستمرارية، خاصة قواعد منطقية. شوفوا الأخ ما أحلاه، هون زي العسل، جابوا له ديناصور قال لهم ما بصدقكم والحق معه، ما بده يآمن بسبب رسمي، والله معك أنا الحق معك. لكن بس لتجيب له سيرة الدين مستعد يحكي لك شو لابسين كانوا للحن والبن، شو لابسين، شو كانوا يعملوا، شو طريقة كلامهم. نعم أصدقائي، هذا اللي اسمه التنافر المعرفي. يعني احنا ما بيكون عندنا استمرارية منطقية بطريقة تفكيرنا، ما عندنا استمرارية بالأدوات العقلية اللي بنستعملها بحياتنا. على سبيل المثال عندك حديث صحيح في بخاري ومسلم بيقول: إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وعندك نفس القول منسوب على لسان المسيح في إنجيل متى: إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. ومع ذلك يا سيدي نفس المؤمنين ما زالوا مؤمنين إن المجيء الثاني أو قيام الساعة ما زال سوف يحدث. بقالنا 2000 سنة ولا 1500 سنة ولسه برضو مصرين أن قيام الساعة سوف يأتي قريبا. إحنا في آخر الأيام يا جدع. ما هو يا إما المسيح أو محمد كان غلط لما قال الجملة دي، يا إما مفيش قيام ساعة والكلام ده. لو هذه النصوص مش تنافر معرفي وعقيدة متناقضة، مش عارف يبقى إيه بعد كده.